أهلا بيكم في الشرح بتاعنا النهاردة. إحنا قدام موضوع حرفيا بيشغل بال أي حد شغال في قطاع اللوجستيات والشحن الدولي. إزاي ممكن ناخد شركة شحن من مجرد كيان شغال بالبركة أو بشكل عشوائي لشركة بتكبر وتتوسع بنظام مستقر؟ المصدر اللي بنعتمد عليه النهاردة هو قافلة للشحن، واللي بيقدم منهجية هيكلية عملية جدا اسمها نظام نمو شركات الشحن في 90 يوم. الشرح ده هيوضح إزاي تغيير العقلية من الاعتماد على الحظ لعقلية ممنهجة ممكن يقلب كيان أي بيزنس تماماً. قبل ما نغوص في التفاصيل، في سؤال مهم جدا بيطرح نفسه على الساحة. ليه بنشوف شركات شحن محلك سر مش عارفة تكبر، وفي نفس الوقت شركات تانية بتطير وتوصل للعالمية بكل سلاسة؟ السر هنا مش في ظروف السوق زي ما ناس كتير متخيلة خالص. الفكرة كلها بتكمن في البنية التحتية للشركة نفسها وطريقة إدارتها من جوه. طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول. خريطة الطريق بتاعتنا النهاردة بسيطة ومباشرة. هنبدأ بالحقيقة المرة، وبعدين هنستعرض نظام ال90 يوم، وهنركز جدا على النظم التشغيل وكمان جذب العملاء، وفي الآخر هنختم بالتنفيذ الفوري. أول حاجة معانا القسم الأول، الحقيقة المرة، وده الواقع الصعب اللي شركات ناشئة وقائمة كتير بتصطدم بيه لما تحاول توسع شغلها وتزود أرباحها. المصدر هنا بيحط إيده على الجرح وبيشخص المشكلة بدقة. يعني لو الشغل ماشي بس بالمعارف والعلاقات أو مفيش سيستم واضح يلم الدنيا، فالمشكلة هنا مش في السوق نهائي. فكرة إن الشركة تكون عايشة على مكالمة تليفون من تاجر معرفة عشان الشغل يمشي، ده بيخلي سقف الطموحات واطي جدا والبزنس معرض يقع في أي لحظة. الشغل من غير نظام نمو حقيقي هو الفخ اللي بيبلع شركات كتير للأسف. الهدف الأساسي لأي شركة شحن هو إنها تتنقل من المربع بتاع الشغل العشوائي اللي كله ضغط ومفاجآت مش لطيفة لمربع النظام الاحترافي. النظام ده هو اللي بيضمن تدفق مستمر للعملاء وبيخلي الشركة قادرة تشيل ضغط شغل كبير من غير ما جودة الخدمة تتهز شعرة. وهنا بندخل على القسم الثاني، نظام ال90 يوم، وده الحل الجذري للركود اللي اتكلمنا عنه. بناء على التحديات دي، قافلة صممت المنهجية دي عشان تكون حل نهائي وعملي. التحول ده أكيد مش بيحصل في يوم وليلة أو بالصدفة، لكن بيتم من خلال 4 خطوات بتطبق في 90 يوم. أولاً، خطة تسويق واضحة. ثانياً، بناء نظام تشغيل داخلي. ثالثاً، تطبيق طرق مبسطة لجذب العملاء. ورابعاً، استخدام أدوات جاهزة. ده هيكل متكامل بيضمن إن التغيير ما يبقاش مجرد حبر على ورق، لأ، ده تنفيذ فعلي بيغير واقع الشركة بالكامل. النقطة المحورية هنا هي القسم الثالث، نظم التشغيل، أو نقدر نقول ترتيب البيت من الداخل. عشان الشركة تستوعب عملاء أكتر لازم تكون منظمة من جوه. نظام التشغيل ده هو المنهجية العملية اللي بتنسف العشوائية في الإدارة، بيخلي كل واحد في الشركة عارف دوره بالملي. يعني مثلا إزاي بنسعر الشحن أوتوماتيك، إزاي بنخلص التخليص الجمركي بخطوات 1 2 3 واضحة ومكتوبة. كل تفصيلة صغيرة في دورة الاستيراد والتصدير بيكون ليها مسار محدد من قبل كده. من غير النظام العملي ده أي زيادة في الشغل معناها انهيار فوري في جودة الخدمة المقدمة للعميل. ننقل بقى للقسم الرابع واللي بيعتبر شريان الحياة لأي بزنس، جذب العملاء. المقارنة دي بتوضح نقطة عبقرية جداً. في فرق شاسع بين طريقتين في جلب الشغل. الاعتماد على علاقات بيخلي الشغل عشوائي محدود ومبني على التمني، لكن منهجية ال90 يوم بتبني نظام جذب عملاء حقيقي مستمر وقابل للتوسع من غير أي تعقيد. بدل ما الشركة تقعد تستنى تليفون يجي بالصدفة، بيكون عندها مكنة تسويق شغالة بتجيب عملاء جداد كل يوم بشكل مدروس، وده اللي بيعمل استقرار ونمو حقيقي وملموس في المبيعات. ونيجي للقسم الخامس والأخير، التنفيذ الفوري. إزاي نحول كل التخطيط ده لواقع ملموس على الأرض؟ أهم ميزة في النظام ده إنه بيوفر نماذج وأدوات جاهزة للشغل على طول. مفيش وقت نضيعه في اختراع العجلة من تاني. أدوات التسعير، مسارات العمليات الداخلية، وكمان خطط التسويق، كله جاهز للاستخدام من أول يوم. ده بيوفر وقت ومجهود التفكير النظري، وبيدخلك في حيز التنفيذ الفوري بكل قوة. وفلسفة المنهجية دي كلها ممكن نلخصها في الاقتباس ده. مش معلومات نظرية، ده نظام تقدر تطبقه خطوة خطوة. الهدف كله هو تقديم دليل عملي من قلب نار سوق اللوجستيات، مش شوية نصايح عامة وصعب تتنفذ في الواقع. وفي النهاية خلينا نفكر في السؤال ده: هل حتمي إن أي شركة في مجال الشحن تفضل عايشة تحت رحمة صدف العلاقات الشخصية والمجهود العشوائي، ولا خلاص جه الوقت للبدء في رحلة تحول هيكلية وعملية مدتها 90 يوم؟
النظام ده حرفياً ممكن يكون هو الحد الفاصل بين المعاناة الدائمة والنمو المستقر. شكراً لكل اللي تابعوا الشرح ده، ونتمنى يكون وضح أهمية بناء أنظمة حقيقية للنجاح.